لا تأتي فرادا. فبما إن هم مش عارفين يجددوا لأحمد السيد زيزو، راح المدرب قام الصبح راح غسل عينه كده وقال لك لا أنا هاقوم أقدم استقالتي وأمشي من الزمالك، وخد الجهاز الفني معاه بالكامل. ده كمان بيشحتهم وبيقول لهم أنا ممكن أسيب لكم أحمد مجدي يلعب الماتش الجاي بتاع المصري. يقعد ليه المدرب؟ ولا صفقات عارفين تجيبوها كويسة، ولا تجديد للعيبه عارفين تجددوها، ولا مرتبات عارفين تصرفوها للعيبه، وحتى المرتب بتاعه هو الجهاز بتاعه متاخر لمده 3 شهور، ولا تجديد للعيبه عارفين تجددوه. فالمدرب قول لي سبب واحد مقنع يقدر يخليه يقعد. جمهور الزمالك دلوقتي طالع في نغمه انت هتندم. هيندم لان هو رايح الدوري السعودي وراح دوري فيه دشمله حرفيا، هو بيلعب مع فرقه هي بتنافس على الهبوط، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيفشل فشل ذريع، دي حاجه انا متاكد منها. بس ايه البيئه اللي كانت مهيئه ليه ان هو لو الواحد في المية يقدر يقعد هنا؟ والظاهر ان في بطوله جديده هتتحط جوه متحف الزمالك الجديد، وهي فوز احمد السيد زيزو باحسن لاعب جوه قاره افريقيا. احمد السيد زيزو بعتوا له تذكرتين هو وابوه عشان يروح يحضر الحفله.